السلام عليكم يا أهلوية. رجعنا لكم بفيديو جديد بنغطي فيه تفاصيل المباراة الودية اللي جمعت النادي الأهلي مع إنبي مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التاتش في إطار الاستعدادات لانطلاق الدوري المصري الممتاز. الأهلي قدم أداء قوي وفاز على إنبي بنتيجة 2-0. سجل الهدف الأول محمد مجدي قفشة في الشوط الأول، بينما أضاف تريزيجيه الهدف الثاني من ركلة جزاء في الشوط الثاني. المباراة دي بتيجي ضمن خطة الأهلي لرفع الجاهزية قبل انطلاق الدوري اللي هيبدأ يوم 9 أغسطس بمواجهة قوية ضد مودرن سبورت. المدير الفني الأسباني خوسيه ريبيرو قرر إنه يخوض مباراة ودية أخيرة ضد فريق بتروجيت يوم الأحد المقبل، وده هيكون آخر اختبار قبل بداية الموسم رسمياً. وعلى صعيد الاستعدادات، بعثة الأهلي كانت رجعت من تونس يوم الأحد الماضي بعد معسكر تدريبي ناجح استمر 10 أيام. لعب فيه الفريق مباراتين، فاز على الملعب التونسي 4-1 وفاز على البنزرتي 5-0. ورغم ضغط المباريات، الأهلي ما أخدش راحة بعد العودة من تونس، وخاض مران يوم الاثنين، ثم لعب مباراة إنبي النهاردة وفاز فيها بثنائية. ظهور قوي من اللاعبين خصوصاً قفشة وتريزيجيه. التشكيلة شهدت مزيج من الأساسيين والبدلاء. الجهاز الفني واضح إنه بيشتغل على الجاهزية البدنية والتكتيكية قبل الدوري. قل لي في التعليقات إيه رأيك في أداء الأهلي النهاردة؟ شايف تريزيجيه هيفرق مع الفريق الموسم الجاي؟ ومين تتوقع يلمع أكتر قدام مودرن سبورت؟ ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك كل أخبار الأهلي أول بأول. وفقاً لما كشفه موقع أفريكا فوت، حسمت صفقة انتقال أحمد نبيل كوكا من الأهلي إلى قاسم باشا التركي مقابل 1.1 مليون دولار بعد مفاوضات قوية نجح فيها الأهلي في رفع قيمة الصفقة من العرض الأول اللي كان حوالي 750 ألف يورو. الأهلي كسب من الصفقة تقريباً 945 ألف يورو، وهو رقم يعتبر ممتاز جداً، خاصة إن عقد كوكا كان هينتهي بنهاية الموسم المقبل. من جهة الجهاز الفني، المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو وافق على رحيل كوكا بعد ما أبدى استياءه من سلوك اللاعب خلال معسكر تونس، واللي كان فيه نوع من الضغط على الإدارة علشان تسهل خروجه من النادي. عقد كوكا الجديد مع قاسم باشا هيمتد ل3 مواسم، وهيحصل على راتب سنوي بقيمة 650 ألف دولار. تفتكروا كوكا يستحق الرقم ده؟ هل شايف إن الأهلي كان لازم يبيع كوكا؟ وهل المقابل المادي مناسب؟ وإيه رأيك في تعامل اللاعب مع المعسكر وضغطه للرحيل؟ اكتب رأيك في التعليقات. خلينا نفتح نقاش محترم عن مستقبل الأهلي والصفقات. ما تنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك كل أخبار الأهلي والانتقالات أول بأول.